السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الكرام، حياكم الله أينما كنتم. كنتمنى من الله تكونوا بخير في أحسن الأحوال. اليوم جيت نشارك معكم واحد الطريقة اللي غتنفع بزاف ديال الناس إن شاء الله، هي كيفية جلب طرود النحل أو كيفية اصطياد طرود النحل. واخا الإخوان غاب بوحدي غيكون التصوير شوية قاصح، ولكن المهم غنشارك معكم أهم اللقطات وأهم الطرق اللي تقدر ديرها باش تصطاد طرد من النحل في هذه الوقيته، حيت دابا تبارك الله كاين النوار والنحل بدا كيطرد، يعني بدا كيفرخ. تقريبا اي خليه النحل كتفرخ في هاد شهر جوج وثلاثه تقريبا، ديما تيكون الفرخ بزاف. كما كتشاهدوا معايا الكوادر، عندي 3 الكوادر قدام ها هما، حيت كان هاد الصندوق عندي هنايا ارض، هاد الصندوق هما اللي غنصبهم ان شاء الله في هاد الصندوق هذا. انا يلا لقيتوني الاخوان حليتو وقلت نشارك معكم هاد الطريقه ان شاء الله. الغلاقه ديالو الخنشه كما كتشاهدوا الاخوان. نوريكم هذا الربيع هذا غنشدوه. اول حاجه بحال ما هكا غنحكو مزيان، الصندوق ميبقاش فيه ريحه، حيت هاد الصندوق فايت عامر وكان دخلت له داك الردوز قسل النحل. خصني نجري على الريحه كامله الاخوان. وتزيد واحد الطريقه اخرى اللي عنده الحامض، الا ما جيتش معايا اليوم الحامض كتحكي عليه هذا الصندوق، كتكون طريقه فعاله جدا في اصطياد النحل طرد ان شاء الله. انا غنشارك معكم هذا الصندوق ان شاء الله، نهار غيعمر غادي نشارك معكم ان شاء الله. المهم الاخوان كتحك مزيان الصندوق باش متبقاش فيه الريحه، باش يجذب الطرد ديال النحل ان شاء الله. اسمحوا لي على التصويرات الاخوان. حكوها الاخوان مزيان باش متبقاش فيه الريحه ان شاء الله. هذا ما غيديرش واحد 3 ايام او 4 ايام غيعمر ان شاء الله. كما كتشاهدوا الاخوان انا دابا حكيته مزيان. دابا الاخوان ملي كتحكيه بالربيع مزيان، الا كان عندك الحامض الليمون كما تنقولوا له بالدارجه الليمون الحامض، غتحكي عليه شويه من هنا وشويه من هنا، شويه هذا الصندوق من الداخل صافي، وغيجيب الله التيسير ان شاء الله. صافي الاخوان دابا غنوضوا الصندوق. ها انتم كما كتشاهدوا، ها انتم الاخوان الصندوق منفوض. ها هو الاخوان باش الصندوق كيولى انا نفطو. دابا الاخوان غنحاول نوضع هاد الكوادر على جهة اليمين. اين هنا يمين، على جهة اليمين ان شاء الله. ها انتم الاخوان هكا الكادر نخليه هنا، نحط هاد الكادر هذا من هنا هكذا، ونحط هاد الكادر هكذا يا اخوان. هاد الباب من هنا غنقلبو، الا تبقى لي واحد الحكه الاخوان من هنا نحكو عاوتاني من قدام الباب باش يجذب النحل من المدخل ديال الخليه، المدخل ديال الصندوق. وهنا ان شاء الله نولي نحكو له الحامض كما قلت لكم او الليمون، وحتى القزبر حتى هو نافع في هذه الحالات هذه ان شاء الله الاخوان. صافي الخوت. ها انتم الاخوان كما كتشاهدوا بعد ما حكينا هنا، نقينا من هنا من قدام الباب باش النحل يجي يدخل، دوك الفتاشات اللي يفتشوا على الخليه الجديده يجيو يدخلوا. ها هما بالنسبه للكوادر، ها هما 3 اطارات على اليمين. ها انتم الاخوان كما امامكم. دابا غنديروا الاخوان الغلاقه. ها انتم الاخوان نديروا له الخنشه ديالو هكذا، نسدوه. ها الغلاقه هذه الخوت، هذه الخوت عندها دور كبير، كتجذب كتعمل النحل.
كتهبطوا للخليه. ها انتم الأخوان. ها الصندوق كي تيكون بحال ما هكا. دابا غندبروا له على شي مكان يكون مزيان وغنحطوه ان شاء الله هنا قريب ان شاء الله. ها انتم الاخوان كما كتشاهدوا حنا قادينه حطينا هنايا ان شاء الله. المهم غادي نشارك معكم ان شاء الله الا كان العمر غادي نشارك معكم في هذا الفيديو ان شاء الله. كنتمنى من هذا الفيديو الاصدقاء ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا من هذه الطريقه. بالنسبه لهذه الطريقه خوت راه ماشي اول عام كنصب بها، راه ديما كنصب بها والحمد لله طريقه ناجحه وفعاله 100%. كتحكوا الصندوق بالربيع، ملي كتحكيه بالصندوق بالربيع الا عندك القزبر او الحامض كتولي تحكيه بالقزبر والحامض. كدير اطارات قديمه ولا كان عندك شي اطار جديد كدير معهم اطار جديد وكيجيب الله التيسير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. اتمنى ان ينال هذا الفيديو اعجابكم وشكرا اصدقائي الكرام.